السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. ساعات كتير بننسى ان احنا عندنا ام واب. والله زي ما بقول لكم كده، الدنيا تلاهي وانا معاكم ان كل واحد مشغول في حياته ومشغول بولاده وبشغله ومسؤولياته، بس مش معنى كده ان انا انسى ان انا عندي اب، ان انا عندي ام، ان انا في حد بيدعيلي، اللي في حد انا لغاية دلوقتي ماشي ببركة دعاه. بينسى يتصل بامه، بينسى يروح يبص عليها، بينسى يروح حتى يفطر معاها. كل همه في الدنيا وبس اللي هو ازاي يجيب القرش، ونسي ان القرش دوت لو مرضاش امه وبر امه وابوه القرش ده عمره ما هيجيله. حاجات كتير جدا بننساها في حوار الام والاب دوت، وبالاسف يعني بنفوق بعد فوات الاوان. ناس كتير قوي بيلاقوا فجأة ابوهم وامهم مش موجودين، فجأة ابوهم وامهم رحلوا عن الحياة، بيندموا ندم شديد، بس في وقت ما ينفعش فيه الندم. خلاص بيبقوا راحوا اللي كانوا بيدعوا لك، راحوا اللي كنت اصلا ربنا بيرزقك عشانهم. لما تقعد تشتغل وتسعى وتبني بيت وتبني أسرة وتنسى ان ليك ام واب، يعني عمرك ما هتشوف ابدا الخير، عمرك ما هتعرف يعني ايه الجنة تحت اقدام الامهات. كتير حاجات بننساها، بس كل اللي احنا بنبقى فاكرينه يعني ايه نجيب يعني فلوس وخلاص، يعني ايه نجمع فلوس، وبننسى الاب والام اللي ياما شقيوا وتعبوا عشان ولادهم. بننسى الاب اللي كان بيوديني المدرسة وبيجيبني من المدرسة، بننسى الام اللي كانت بتسهر علينا وما بتنامش. بننسى حاجات كتير قوي في حين ان انا مش فاضي وعايز اجيب قوت عيالي. لا حول ولا قوة الا بالله. للدرجات دي الدنيا بقت تلاهي لدرجة ان انا ما اتصلش اسمع صوت امي، ان انا ما اتصلش اطمن على ابويا، ان انا ما برش امي وابويا، ان انا اتفاجئ مرة واحدة ان انا اتصل بابويا او بامي ما يردوش عليا. اللحظة دي وجع قلب شديد جدا للابن، لانه بيتفاجئ ان امي وابويا ما بقوش موجودين. في ناس كتير قوي عندها بر قوي الام والاب دول، ويتصلوا بيهم كل 5 دقايق ويطمنوا عليهم، كل شويه يقولوا لهم انا جاي لكم، وييجوا ويتغدوا معاهم ويفطروا معاهم ويتعشوا معاهم، وعندهم البر. الام والاب دوت حاجه مقدسه وما ينفعش ابدا ابدا يعني ياخروا ميعاد عن الام والاب. وفي ناس تانية مش في دماغها خالص ومنفضة، بس هتلاقي الناس دي عمرها ابدا ما هترتاح في حياتها، مش مرتاحة. هي مهما عملت وتعبت وجابت من هنا ولهنا مش مرتاحة. ليه؟ عشان ما عندهاش بر بالام والاب. ابوك وامك هما جنتك في الدنيا وجنتك في الاخرة. لو احسنت اليهم ربنا هيحسن اليك، لو خدت بالك منهم شوف الخير اللي هتبقى عايش فيه انت واهلك واهل بيتك.